تدوير العواد ديال النخيل ما يسمى عندنا بالكرنف، خاصة أن المنطقة ديالنا مشهورة بالواحد النخيل وهي كلها واحد النخيل. فحنايا فكرنا أن هذا النخيل هذا وهذا العواد ديالو يتدوروا كأثاث منزلي وحوايج اللي تيحتاجوهم الناس في الحياة اليومية. والحمد لله كانت الفكرة فكرة ناجحة من الأساس، وكان الحمد لله لقات صدى عند الناس وصدى على داخل المغرب ولا خارج المغرب، اللهم لك الحمد. وبالنسبه للطريقه باش حنايا كنهيئوا هاد وباش كنصنعوا هاد المنتوج هذا، عندنا كنمشيو حنا كنساء وتنقطعوا الكرنف من النخل وتنجيو وتنقطعوه وكناخذوا الفورم اللي بغينا، وهذا باش نعطيو له لا فورم اللي بغينا حنايا ونشكلوه كيف بغينا. هي فكره اللي كانت ان هاد الفكره وهذه كاينه في دول اخرين ولكن بطريقه مختلفه، يعني ديكور في دي طابلو هذا، ولكن حنا قلنا علاش اللي ما نوظفوهش في الاثاث المنزلي، والحمد لله كان عندها صدى طيب الفكره والنتيجه والحمد لله. شاركنا في معرض الخامس للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية. الحمد لله هذا المعرض كان في المستوى، وبالنسبة للجهات اللي نورمالمون احتضناه مدينة مراكش، بالنسبة للمسؤولين ديالنا جهة سوس كنشكرهم تاهما على الجهود ديالهم. الحمد لله معرض مزيان فيه زوار أجانب ومغاربة كذلك. وبالنسبة نسبة البيع الحمد لله لا بأس بها، نتمنوا إن شاء الله الأفضل ولكل الزوار ولكل المشاركين في المعرض. المنتوج اللي عندي وهي الصبغه التزيينيات اللي كتشوفوا، الصبغه التزيينيه اللي حاولت انني نعطيها واحد الشكل جديد، طريقه جديده، ونخرج من ذاك النمطيه العاديه اللي كيفاش كتقدم للناس بطريقه الاعتياديه، ولكن حاولت ما يمكن تبين بان الصبغه التزيينيه اللي هي في الحقيقه مصنفه من الصنف الخدماتيه انها المكان ديال الحقيقي هو في الانتاجيه الفنيه. علاش؟ لان الا شفتوا في هذه اللوحات الفنيه هو انتاج فني محض، وان الصباغ ممكن وقادر ان يعطي لوحات ابداعيه فنيه ابداعيه فنيه. وهذا الشيء علاش انا بغيت حاضر في هذا المعرض هذا. علاش؟ لان كما قلت لكم باش نغيروا ذاك النمطيات ديال المنظور كيفاش كيشوفوا الناس للصباغه بالشكل العادي. عندي تعاونيات فارس عندنا في طنجة تما عاملينها، وعاملين كنعلموا عاملين التعاونية كنعلموا فيها البنات، فيها الخياطة، فيها الطرز، فيها كل شيء، عاملين كل شيء فيها. ودابا جا هذا المعرض ديال مراكش، جا زعما معرض كبير وجابونا هنايا زعما وكيفرحوا بينا مزيانين والحمد لله. صانع تقليدي، المنديل والفوطة والسبنية، هذا الشيء اللي كتشوفوا خدام انايا وولادي، وكنعلم الناس يخدموا معايا ماشي عا بحديثي. حضرت المعرض في مطا، في وزن، مشيت للشاون، مشيت للقصر الكبير، طنجة، مراكش. عمري ما مشيت ما جيت المعرض من مراكش. والمسؤولين ديالنا مزيانين، الناس يتهلاو فينا بالنعاس ديالنا، الماكله مزيانه، ما خصنا حتى حاجه الحمد لله. والله يعاونكم، والله ينصر سيدنا.